اكتر ستيب في روتين السكين كير بتاعنا المثيره للجدل. دايما بتسأل هل التونر مهم؟ هل التونر له لازمه؟ ايه استخدامات التونر وامتى استخدمه؟ تعالوا نرد على كل الاسئله دي وانا بقول لكم رايي في التونر دوت من ايفا. بصوا بقى، والكلام ده هيزعل مني ناس كتير انا عارفه، التونر مش خطوه اساسيه في روتين السكين كير بتاعنا. يعني لو ما حطيتيش تونر عادي الدنيا مش هتخرب وهتكملي الروتين بتاعك وهتحسي ان بشرتك بقت كويسه عادي جدا، الا لو التونر اللي انت بتستخدميه ده من التونرز اللي مثلا بتقشر بتنشف الحبوب. من الاخر تونر فيه اكتيف انجريدينتس زي عمنا ده من ايفا. يعني ده تونر مكتوب عليه ان هو للبشر المعرضه لحب الشباب ويساعد على تضييق المسام وبيجعل البشره غير لامعه. خلينا في اخر جمله، بيجعل البشره غير لامعه، ده حقيقي لان هو فيه ساليسيليك اسيد وفيه نياسيناميد وفيه الكحول. فانا لما بستخدمه بالذات قبل الميك اب بحس ان هو حرفيا بيشيل كل الزيوت واي شوايب على بشرتي، بيشيلها، بيخلي بشرتي نظيفه جدا. فبحس ان انا بحط المرطب والميك اب بتاعي على بشره يعني سيراميكا. سيراميكا مش معنى ان هي ما فيهاش حبوب، لا، سيراميكا انها نظيفه. بيضايق المسام، وللبشره المعرضه للحبوب هو ما بيضايقش المسام. للبشره المعرضه للحبوب هم صيع وما قالوش ان هو بينشف الحبوب، هم قالوا ان هو مناسب للبشره المعرضه للحبوب. هو معايا ولا نشف حبوب ولا ضيع لي اثار حبوب ولا ضيق لي المسام. مش عارفه ان هي السيناميد اللي جوه قاعد بيستعبط تقريبا. فهو بينظف البشره وبيخليها مش اويلي ومش شايني، بس كده، ما بيعملش اكتر من كده. شفت ناس بتقول ان هو طلع لها حبوب، ممكن يكون هو هارش شويه على بشرتهم، بس انا معايا انا ما طلعليش حبوب. طب نستخدمه امتى ونستخدمه ازاي؟ نستخدمه امتى؟ انا بستخدمه بعد الغسول على طول، بنشف وشي وبمسح وشي بالتونر. الطريقه بقى بتاعت استخدامه سهله جدا، بالقطنه دي وبضغط ضغطتين، باخد هنا كميه وبمسحها على وشي، مع ان ده بيهدر كميه منه، يعني لو كان في سبراي كان بالنسبه لي بقى احسن، بس انا بحب الحاجات اللي هي كده دي عشان خاطر انا ايديا مخرومه ودايما بوقع الحاجه بقلبها. فانا مش قادره اديله مثلا 10 من 10 ولا 5 من 10، لان انا زي ما قلت لكم بستخدمه استخدام واحد ريحني الاستخدام ده. بس في 5000 تونر في السوق بيعملوا نفس الحاجه، سعره لطيف مش غالي، حجمه كمان حلو قوي. فاللي هو لو لقيت حاجه بتعمل نفس الوظيفه اللي هو بيعملها هجيبها ومش هتردد. نرجع ونقول هل التونر مهم ولا لا؟ لو زي عمنا ده مش هيبقى مهم، لكن لو تونر زي باولا تشويس مثلا او التونرز اللي هي بجد بتقشر وبجد بتشيل اثار الحبوب، في نظري مهمه واستخدموها، انها هتبقى ستيب اضافيه في روتين سكين كير بتاعكم عشان تعالجوا بشرتكم. بس بالنسبه للتونر ده لو حد استخدمه وكانت تجربته مختلفه عن تجربتي اكتبوا لي تحت في الكومنتس. بس كده، هستنى رايكم تحت في الكومنتس.